ازيكم ووحشتوني جدا. المرة اللي فاتت اتكلمت معاكم عن وضعيات الإيد، والنهاردة هنكمل مع بعض باقي الوضعيات. يا ترى يا لاسي، لو شفت حد حاطط إيده ورا ظهره واقف ده معناه إيه؟ طب لو شفت حد تاني حاطط إيده في جيبه بس مطلع صباع الإبهام ده معناه إيه برضه؟ وده اللي هجاوبكم عليه في حلقة النهاردة. لو شفتوا حد حاطط ايده ورا ظهره وواقف ده مش معناه انه مخبي حاجة، لا ده معناه انه حاسس بالثقة والقوة. وطبعا لو مش عليه علامات غريبة او مش ظهره مفرود او متوتر، لان ده معناه العكس. والحقيقة انه لو ركزتم في اللي بيقف بوضعية الايد ورا الظهر هتلاقوه امثلة زي ضباط الشرطة والشخصيات القيادية وكمان افراد الامن في اي مكان. أما بقى لو نفس الوضعية بس لقيته الشخص ماسك إيده من ورا فده معناه إنه حاسس بإحباط وقلق. أما عن الشخص اللي بيظهر صباع الإبهام فده معناه في لغة الجسد قوة الشخصية أو تقدير الذات، بل وكمان ممكن توصل لمرحلة الغرور، وساعات بيستخدمها ناس لما يحسوا إنهم في مكانة أعلى من اللي حواليهم. زي مثلا لو مدير بيلف على الموظفين في الشغل أحيانا ومش دايما ممكن يعمل الوضعية دي. وطبعا احنا بنقول لكم معنى الحركة في لغة الجسد، ولكن اكيد مش بنشجعكم انكم تكونوا مغرورين او اي حاجة من دي. وبس مش هطول عليكم اكتر من كده، واستنوني الحلقة الجاية مع موضوع مهم كالعادة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا اول ناس تشوف الجديد.